بص، مهما تسرح بخيالك من مشاكل الزمالك، اوعى تفتكر ان الزمالك هيكون زي الاسماعيلي وصل للي هو فيه ده علشان ما عندوش الجمهور اللي عند الزمالك. مع احترامي الفريق الاسماعيلي كله بمحافظة الاسماعيلية كلها، ما تجيش 2 او 3% من حجم جمهور الزمالك. فعشان كده عمر الزمالك ما هيوصل للمرحلة اللي وصل فيها الاسماعيلي، لان جمهوره مش هيسمح لده. امال احنا هنا موجودين ليه؟ دي الجزئية التانية بتاعت هل المشكلة ملهاش حل؟ هي مفيش مشكلة ملهاش حل، ولكن مشكلة الزمالك دايما ان هو ما بيحلش اصلا. مفيش مجلس ادارة جه حاول يحل مشاكل الزمالك وما نجحش. مرتضى منصور في وقت من الاوقات لما كان بيشتغل صح، الزمالك كان بيكسب بطولات، وكنا اتقل فريق في افريقيا، وكنا قربنا نكسب دوري ابطال افريقيا اللي دايما كان معاندنا. ولكن لما رجع غلط تاني ورجعنا غلطنا، فبعدنا تاني عن المنافسه. فهو الحل في ايدينا، ولكن مفيش حد بيسعى لان هو دايما ينجح الزمالك. دايما حظ الزمالك بيجي مع ناس مش فاهمه، او تحس ان هم قاصدين يغرقوا النادي، الله اعلم. والمشكله الازليه اللي دايما عند الزمالك ان لما بيمشي مجلس اداره بيبقى عايز اللي بعديه يفشل عشان يبقى في نظر الجمهور ان انا انجح مجلس اداره. فدايما مجالس الاداره ما بتبقاش حاطه الزمالك رقم واحد، اللي هو انا همشي واسيب الاداره واجيب حد ينجح بعديا. لا، انا عايز انا بس اللي ابقى ناجح واللي بعديا يفشل، ومش مهم الزمالك. شفنا الكلام ده في مجلس ممدوح عباس، وشفنا الكلام ده في مجلس مرتضى منصور، وعلى مدار سنين طويله ده كان بيحصل. ولكن لو جه الشخص الصح واشتغل صح، الزمالك عادي مشاكله كلها هتتحل.